السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ألذ صينيه فراخ كده. الفراخ بتاعتنا جوسي وطريه وألذ صوص كمان واقل تتبيله. دي صينيه المستعجلين. لو مستعجله وعايزه تعملي فراخ مشويه يبقى ما فيش غير الطريقه دي اللي انت تعمليها. الطريقه دي انا مستخدماها بقالي سنين. ألذ فراخ ممكن تاكليها في حياتك بجد، الريحه بتجيب لاخر الشارع. كمان الفراخ بتاعتنا جوسي وطريه كده، مش ناشفه. لا، شايفين الفراخ بتاعتنا ما شاء الله. تقدري تقدميها جنب رز بشعريه وجنب سلطه. بصي يا ست الحبايب، اول حاجه هنا معايا في الكبه 3 حبات من البصل مفرومين، ممكن تقطعيهم جوليان لو انت حابه. بعد كده بنزل بقى بفلفل الوان او فلفل رومي. متواجد عندك فلفل الوان حطي، مش متواجد عادي ممكن تحطي فلفل رومي او فلفل حار، وجزرايه مبشوره وطماطمتين مفرومين ناعم. وكمان بنزل بمعلقه من الملح البهارات بتاعتنا ومعلقه من الكمون، كل دي معالق صغيره. طبعا هسيبها لكم في صندوق الوصف او تعليق، اول تعليق مثبت. نزلت بمعلقه من الفلفل ومعلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره ومعلقه من الجنزبيل. الجنزبيل بيشيل اي زفره للفراخ. ومعلقه من السماق ومعلقه من الثوم البودر والبصل البودر. وكمان هنا معلقه من دبس رمان. متواجد عندك حطي، مش متواجد عندك ما تحطيش. نص معلقه من القرفه ودي اختياري، ورق الغار او ورق اللوري. وبعد كده بنزل بربع كوبايه من الزيت وبقلب كل المكونات دي مع بعض، ومعلقه السكر هنا علشان تكرمل معايا الفراخ بتاعتي. بقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها كده. وطبعا الملح حسب الذوق، يعني حسب انتي بتحبي الملح بتاعك قد ايه. بمسك الفراخ بتاعتي، طبعا بيكون نقعاف محلول النقع، اللي هو محلول النقع عملناه قبل كده مع بعض. اللي هي بحط الفراخ بغسلها بسكر ودقيق وكمان ليمون، وبحط قرنفل، اي منكهات علشان تشيل اي ريحه من زفاره الفراخ، وشويه من الجنزبيل. بمسك الفراخ بتاعتي طبعا بقطعها بالشكل ده بالسكينه، وبدخل الحشو بين القطع اللي انا مقطعاها كده في الاكتاف، وبين الوراك ببقى عامله فتحات كده، وبتبلها بالشكل ده. في الوقت ده ممكن تسيبيها ساعة بقى. لو مستعجلة ممكن ان انت تدخليها الفرن على طول. لو مش مستعجلة كمان ممكن تتبليها من قبلها من بالليل وتسيبيها ليلة كاملة. هتشرب من الصوص وهيبقى طعمها حلو جدا بجد. مش هتلاقي اطعم من كده فراخ بجد. تتبيلة سريعة جدا، ما بتاخدش منك اي وقت. بتدخليها الفرن لمدة ساعة ونص، بتغطيها طبعا بورق الفويل. وبعد ما بتستوي منك بتطلعيها، تدهنيها من الصوص اللي في قلب الصينيه دي وتحطيها كده تحت الشوايه، بتاخد اللون الجميل ده معاكي. طبعا شايفين الفراخ بتاعتي مستويه وجوسي واخده لون حلو جدا. وكمان شايفين المنظر بتاعها. تقدري ان انت تقدميها جنب رز بشعريه، وتقدري كمان ان انت تقدميها جنب سلطه، او انت لو انت مش حابه الصوص ده يبقى لوحده كده، ممكن انت تقدميها تحطي تحت منها بطاطس. بصي، هي بصراحه مش محتاجه كلام. لو عجبك الفيديو شير ولايك.